أنا مبسوط كتير في انضمامي لنادي الأهلي. أول مرة سمعت في نادي الأهلي وإنه عم بتطلعوا علي يمكن بدنياني أجي. كتير انبسطت، ولما قلت لأهلي كمان يعني انبسطوا. أبوي بيعرف نادي الأهلي من لما كان صغير، نادي يعني كبير كتير في الدنيا كلها، ويعني أنا فخور كتير في إنه صرت لعيب نادي الأهلي. المفاوضات بدأت معايا من شي شهر. الايجنت تبع المانجر اتصل فيي، قال لي انه نادي الاهلي عم بيطلعوا علي وفي انه بدهم يجيبوني. فمن هاليوم قلت لحالي انه ان شاء الله اقدر اجي على نادي الاهلي. نادي كبير كتير، وحسيت بقلبي انه بدي اعمل كل شيء انا بايدي لاوصل على النادي الاهلي. كان في عروض تانية من بلاد تانية، بس انا اول ما اجوا نادي الاهلي وقالوا انه بدهم اياني دغري عرفت مع حالي انه انا بدي اجي لهون، والحمد لله صارت. الجمهور تاع النادي الاهلي يعني خلاني احس اكتر انه بدي اجي. الواحد مش كل يوم بيجيك فرصة تلعب قدام 70,000، ويعني انه الواحد يكبر ببلد عربية. وانا مهم لي كمان انه ارجع علم فلسطين، ارفع راس فلسطين في الايام اللي جاي هلا. فان شاء الله انا اقدر ارفع راس فلسطين ويكونوا معنا كل الجمهور، وان شاء الله نربح قد ما بدنا نربح مع الاهلي. في العروض اللي كلها اجتني، انا تمسكت في نادي الاهلي عشان انه هي نادي قرن افريقيا. يعني انه شو بده الواحد يقول، نادي كبير ونادي انه الواحد ما بيقدر يقول لا. انا كفلسطيني وكعربي ما بقدر اقول لا. هي لإلي نادي الاهلي مش بس نادي فوتبول عادي زي اي نادي، هي نادي العربية الافريقيا. يعني انه انا فيني ارجي حالي وارفع راسي وراس عيلتي وراس كل الفلسطينيين ان شاء الله. قبل ما اجي انا حضرت كم ماتش للاهلي كمان ضد الاتحاد في الكاس الكلوب وورلد كاب انا بقول له. ويعني الصراحه تفاجأت كمان شوي في اللعب وفي الجمهور. يعني كانت هي في السعوديه والجمهور اهلي ملي الاستاديوم، وهي شغله كبيره لإلي كمان انه الواحد يشوف انه بيقدر يلعب على درجه اولى قدام الدنيا كلها. والصراحه انا باخر انا جاي على اهلي اربح كاس. طول حياتي انا بدي اربح كاس، وهون في احلى فرصه انه الواحد يربح الشامبيونز ليج ويربح البريمير ليج، وان شاء الله نرجع نوصل على كاس العالم الفرق. ابي بعرف كثير في نادي الاهلي، واهلي في لبنان الفلسطينيه بحيوا نادي الاهلي كمان. وصراحه انا صرت اهلاوي بسرعه، وشو بدنا نقول يعني وصلنا لهون والحمد لله انا مبسوط، وانا صرت اهلاوي. يعني شو بدنا احنا من هيك. امام عاشور بعرفه من الدنمارك لما انا كنت العب بالدنمارك. وفي بيرسي تاو عرفته، وعرفت كم لعيب بعد. الشناوي طبعا حارس مصر. فعرفت كم لعيب. بس صراحه انا ما فكرت فيها، انا ضليتني اشوف حالي في نادي الاهلي. ما طبعا اللعيبه مهمه ومع مين بتلعب، بس اخر شيء انا انه اقدر اشوف حالي انا وسام ابو علي في نادي الاهلي، وهي انا هون. انا جاي النادي الاهلي جاهز في التحدي. اخر شيء احنا كلنا فريق، والاهم شيء انه نربح الكاس، نربح الشامبيونز ليج، نوصل على وين ما بدنا نوصل كفريق. بس اذا بطلع حالي كوسام انا جاي بدي العب، وان شاء الله انا باجي بالتمرين وبالماتشات لما تجينا الفرصه انه انا لازم العب. غير هيك بنشوف شو بصير. يعني
اخر شيء كولر بحط الاول لعيبه، واذا انا بكون منن بكون مبسوط، واذا لا رح اتدرب احسن واحسن واوصل لين. انا سمعت انه كولر حضر ماتشات فيي وحب اللي شافه، وانه انا يعني في الطريقه اللي هو بحب يلعب يعني ماتش زي ما الواحد بيقول، انه بشوفني انا كهجوم في نادي الاهلي. سمعت انه بحب الطريقه اللي بعمل انا بريس فيها، بدافع كاول دفاع كهجوم، وطبعا انا جاي لهون افوت جوال، وهي اهم شيء. فيناش نلعب 30 لعبه من دون جول، وعشان هيك انا جاي اهم شيء افوت جوال عشان نربح الماتشات اللي بنلعبها. انا حابب اشكر مستر كولر عشان اصراره للتعاقد معي. انا كثير مبسوط انه هو شافني العب الماتشات، وانا حابب انه ارجيه انه انا قد المسؤوليه، واللي شافه هو انا رح ارجيه. انا احلامي مع النادي الاهلي العب في الشامبيونز ليج الافريقي، اربح البريمير ليج، اجول قدام جمهور النادي الاهلي، اروح على كاس العالم الفرق، العب ضد فرق كبيره من اوروبا كمان مع النادي الاهلي، نربح وان شاء الله نوصل للفاينل كمان بالكلوب وورلد كاب. انا عايز اقول لجمهور الاهلي انه انا مبسوط كثير انه وصلت لهون، صورة اهلاوي، ومن اليوم راح ابلش في كل ماتش في كل تمرين اعطي 100%، وان شاء الله نربح ونفوز بكل البطولات مع بعض.